نحمدك سبحانك وتعاليت على ما أوليتنا من رشاد ووهبتنا من سداد، وكانت إلينا هذه الجلسة المباركة التي أحاطتنا فيها الملائكة وأمدنا الله بروح من عنده وبمدد من أنوار رسولنا المصطفى في يوم مولده الشريف صلى الله عليه وسلم. طارق منصور أديب له مذاق فريد في كتاباته، وله بصمة وراثية في رصانة التعبيرات وأناقة العبارات. أتصور أنه حينما ينفرد بالفكرة ويبدأ في إبحاره للقصة يتلاعب بأبطالها كقطع الشطرنج المبعثرة هنا وهناك، فتتعاطف أحيانا وتغضب أحيانا أخرى، أو تتسارع دقات قلبك مع أحد الأبطال في مشهد يعبر عنه طارق منصور بحرفية ومهنية وخيال خصب، كما في رواية زيدي هانم مثلا. هو حكاء من طراز متميز، حينما يتحدث عن حقبة تاريخية مثلا نجده يفيض بمكنون ورؤى قد لا يراها أحد، أو ينتبه إليها واع أو معاصر لهذه الحقبة. له هيبة في الحوار وعذوبة في الصوت وهدوء في الملامح وابتسامة لا تفارق شفتاه حينما يتفق أو يختلف معك على حد سواء. وهذه هي شيم أبناء الأصول الذين يحملون بين نسمات أرواحهم القرية المصرية بأصالتها وشهامتها وجود أخلاقها. إنه القلم الرشيق الذي يعبر فينسج جدايلا من الحكاية لتصبح قصة أو نوفيلا أو رواية. إنه المبدع المتألق الهادئ الأديب البارع الأستاذ الدكتور طارق منصور، فلنرحب به جميعا. نبدأ اليوم فعاليات هذه الجلسة الأدبية التي ننثر فيها عبير الحب والتقدير والامتنان لكل السادة الضيوف الذين شرفنا بحضورهم اليوم لمناقشة هذا العمل الإبداعي، مجموعة قصصية أبدعها دكتور طارق منصور وجاء مخاضها بعنوان يحمل النور الأبيض. نرحب بالسادة المناقشين: الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد، أستاذ الأدب والنقد بكلية التربية جامعة عين شمس، والمبدعة المتألقة الرقيقة الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، شيخ النقاد الدكتور رمضان الحضري الأب الروحي لكل الكتاب، الروائي والكاتب سيد جعيطة ابن نادي أدب مصر الجديدة، والشاعر الناقد الأستاذ ياسر عبد الرحمن قطب من أقطاب نادي أدب مصر الجديدة. فنرحب بهم جميعا. يعني احنا هم جايين في الطريق ان شاء الله. يعني احنا النهارده هنبتدي هذه الجلسه. يعني دكتور رمضان طلب ان يكون هو اول المتحدثين شيخ النقاد. فيعني دكتور رمضان النهارده نحب نستمتع بما قرأت في المجموعه القصصيه للدكتور طارق منصور ورؤيتك في هذا العمل الابداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق وأعطى وتفرد بالسلطة والهبة، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله
عبد الله ورسوله في يوم مولده، وليس هناك أعظم من أن نعظم خير خلق الله. واها